السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهاردة هعمل معاكم الحواوشي بطريقة سهلة وبسيطة بالعيش طبعا اللي بنجيبه من الفرن. حاجة كده في منتهى الجمال مع طبق بطاطس وطبق كاتشب او طحينة، مع طبق كده سلطة، حاجة كده في منتهى الجمال. اول حاجة كده معايا مكونات الحواوشي، معايا واحدة فلفل حامي وواحدة فلفل رومي اخضر، وممكن الوان اللي انتوا حابينه، وفرمتهم كويس كده على البلانشة كده بالسكينة. ممكن نضربهم في الكبة، مفيش فيهم اي مشكلة، انا عايزاهم قطع صغيرة خالص. ومعايا بصلتين متوسطين او ممكن بصلاية كبيرة، برضو قطعتها قطع صغيرة خالص وقطعتها بالسكينة، وممكن تفرميها في الكبة. ومعايا نص كيلو من اللحمة المفرومة. تجيبيها طبعا كده وتقولي للجزار حط لي عليها 25% دهن، لازم اللحمة بتاعتك يكون فيها دسم او دهن. معايا كده النص كيلو لحمة، حطيت عليه الفلفل الأخضر والفلفل الحامي، ومعايا البصلاية والتوابل بتاعتي كمون فلفل أسود شطة وملح. اكتر من كده ما بنحطش، لو حابه تحطي توابل حواوشي زي ما انا عامله تحطي، مش عايزه خلاص تمام. هو كده طعم الحواوشي هيبقى تحفه بالتوابل، الملح والفلفل الاسود والشطه هيبقى خطير. مش عايزين نضيع طعم اللحمه بتاعتنا، بس التوابل دي خطيره وبتنقل طعم الحواوشي في حته تانية خالص، كأنك جايباه من بره. واحسن هتعملي حاجه كده في البيت انت ضامنه طعمها، وحاجه في منتهى الجمال هتدمنيها مش هتشتري من بره تاني. هندمج كده كل المكونات كلها ببعضها ونعجن فيهم كويس جدا لحد ما اللحمه تبقى طريه زي ما انتم شايفين معايا كده. تمسكيها كده دايبه في ايدك وطريه زي ما بنشوفها عند بتوع المحلات بالظبط، بتبقى اللحمه كده دايبه في ايديهم وريحتها خطيره. التوابل اللي انت حطيتيها دي هتنقلك طعم اللحمه في حته تانية خالص. ملح وفلفل اسود وخلطة الحواوشي او توابل الحواوشي والشطة بتاعتي. ومعايا كده عيش بلدي جايباه من الفرن كده، العيش بتاع الحواوشي، ممكن العيش الابيض العادي اللي انت حباه، ممكن تعملي له بقى عيش في البيت اللي هو الحواوشي الاسكندراني، طبعا عملته معاكم قبل كده بفيديو، ممكن ترجعوا له. حاجه كده في منتهى الجمال. بنفتح العيش مش بنفتحه للاخر عشان اللحمه بتاعتي ما تخرجش منه. ومعايا صينيه كده هدهنها سمنه، ممكن تدهنيها زيت، بس طبعا السمنه بتودي طعم الحواوشي في حته تانية خالص. وخدوا في بالكم ان الحواوشي اللي بنجيبه من بره بيبقى معمول بالزيت وممكن بالدهون اللي بتنزل من اللحمه وكده. اما ده طبعا نحط له معلقه سمنه بلدي كده من فوق ومن تحت، هيودي طعم الحواوشي في حته تانية خالص. هدهن الصينيه بتاعتي، ومعايا جبنه موتزاريلا كده برضو عشان احشي بيها الساندوتش بتاعي بتاع الحوش. وكده طلعت كنت حطيت اللحمه بتاعتي في التلاجة شويه ترتاح، وطلعتها كده زي ما انتم شايفين، وحشيت الساندوتش بتاعي كميه كده حلوه من اللحمه. ما تستخسريش كده، حطي وكتري كده اللحمه عشان اللحمه كده كده هتنزل دهن وهتكش، فمش عايزينها تكش قوي، فلازم نملي الساندوتش بتاعنا. مليت الساندوتش بتاعي كده لحمه، ما بخليش الطبقه سميكه قوي عشان برضو نتاكد ان اللحمه بتاعتنا استوت. وندهنه كده من جوه سمنه ومن فوق سمنه ومن تحت سمنه، يعني ظبطيه كده بسمنه بلدي، هتودي طعم الساندوتش في حته تانية خالص زي ما انتم شايفين كده. وهحشي سندوتشات طبعا، يعني هحشي كده بالجبنه، ومره بالجبنه ومره لحمه بس. زي ما انتم شايفين كده الخلطة بتاعت الحواوشي اللي احنا عاملينها مع بعض خطيرة خطيرة خطيرة. زي ما انتم شايفين انا مليت السندوتش بتاعي، سندوتش كده حطيته فيه جبنة ولحمة، وسندوتش كده من غير جبنة ولحمة على حسب ما بتحبي. ممكن تستغني عن الجبنة خالص، بس هي طبعا بتدي طعم وفي نفس الوقت حلوة. ولو هتحطي جبنة موتزاريلا ما تكتريش الملح، لان الجبنة الموتزاريلا بتبقى حادقة شوية. هدخلهم على درجة حرارة 180، مش هنعلي قوي من تحت كده، ومش هنشغل مش هنشغل الوش من فوق، احنا ممكن نشغل المروحة توزع الهواء كده ويحمر من فوق لتحت. اما انا بطلعه كده وبقلبه على الناحيتين الاتنين عشان يتحمص كده ويبقى حلو. ما بيقعدش في الفرن اكتر من 10 دقايق زي ما انتم شايفين، وبيطلع مستوي وحلو. ما تقلقوش، هو كده مش محروق، هو متحمص وحلو زي ما بنجيبه من بره بالظبط، وبيخرمش كده الخرمشه اللي احنا بنجيبه من بره وبنحبه كده، وفي نفس الوقت طري ومخرمش كده، يعني تاكليه تحس ان هو طري، اما من بره كده مخرمش ومقرمش كده وحلو، حاجه كده في منتهى الجمال.
والدهون بتاعته زي ما انتم شايفين نزلتها كده. وطبعا تعملي معاه طبق بطاطس محمرة، طبق طحينة، طبق كاتشب، طبق مخلل، اي حاجة انت بتحبي تاكليها جنبه قدميها. حاجة كده في منتهى الجمال وسريعة وما بتاخدش منك وقت ولا مجهود خالص. حاجة كده يعني تحفة كلنا بنحبها وبنشتريها من بره، لا انت تعمليها في البيت بطريقة انت ضمناها وحباها. حاجة كده في منتهى الجمال. زي ما انتم شايفين اللحمة بتاعتي ما كشتش عشان انا حاطة فيها نسبة دهون، وفي نفس الوقت حاطة مكترة اللحمة بتاعتي سميكة كده وحلوة. حاجة كده في منتهى الجمال. وطبق بطاطس محمرة مع طبق الغدا سلطة بتاعنا حلوة سهل كده، وبسيط حاجة ما شاء وكلنا الله. بنحبه ومش هياخد مننا اي وقت ولا مجهود خالص. يا رب يكون الفيديو بتاعي نال اعجابكم. ما تنسوش اشتراككم في القناة واعجابكم بالفيديو عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.